ندخل بقى على النادي الاهلي، وندخل بقى على انه النهارده باذن الله النادي الاهلي بيلعب او هيلعب لقاء امام شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا. اللقاء المهم جدا جدا على المستوى الافريقي، خاصة ان النادي الاهلي كان يعاني من بعض المشاكل الفنية. فاشوف ان اللقاء ده هو بداية تصحيح المسار في حال انه مارسيل كولر عرف يستفيد من اللقاء بشكل امثل. اللقاء النهارده اقول التشكيله المتوقعه للقاء ده اللي بنسبه كبيره لن تتخطى هذه الاسماء: في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع يحيى عطية الله وياسر ابراهيم واشرف داري او رام ربيعه واشرف داري، وخالد عبد الفتاح. لما يكون خالد عبد الفتاح فبنسبه كبيره هيكون عمر كمال. في قلب الملعب او في نص الملعب هيكون موجود عمرو السولية، وهيكون موجود امام عاشور، وهيكون موجود مروان عطيه. في قدام هيلعب حسين الشحات وتاو وسام ابو علي. خاصة عزيزي المشاهد انه بيرسي تاو الكلام اللي كتير اللي اتقال عليه انه هو خارج بره الاهلي، انه هو مش عارف ايه بره الاهلي. امبارح كان في موجود مارسيل كولر ومحمد الشناوي في المؤتمر الصحفي واتكلموا عن الامر ده. اتكلموا انه بيرسي تاو او تحديدا مارسيل كولر اتكلم على انه بيرسي تاو هو عنصر من عناصر الفرقة، وحتى الان لم ولن نحدد في الفترة دي، على الاقل مش هنحدد بيرسي تاو هيمشي ولا لا.